لهذا اليوم؟ الآن لدينا النحل. الحقيقة النحل موضوع طويل جدا وواسع جدا، ولكن نأخذ زاوية واحدة من زوايا صنع الله المتقن بهذه الحشرة الاجتماعية النحل. حقيقة المتعلق بذلك هو بناء البيوت. عند خروجنا إلى المروج في يوم مشمس يشد انتباهنا الجماد الأخاذ للأزهار، وحين ندقق في هذه الأزهار عن قرب أكثر نشاهد كائنا عجيبا آخر هو النحل. والنحل أمهر المعماريين نظاما في الطبيعة. تعيش النحل على شكل مستعمرات وتنتج العسل الذي هو واحد من أكبر الأغذية على وجه الأرض. وأما العسل الذي تنتجه فتخبئه في الخلايا التي تبنيها بنفسها، دقق، بأشكال سداسية. هل فكرنا لماذا أنشأ الله النحل وهذه الخلايا السداسية حصرا؟ بحث علماء الرياضيات عن جواب لهذا السؤال، ووصلوا إلى نهاية عجيبة بعد حسابات طويلة. الطريقة المثلى لإنشاء خزان يستهلك أقل المواد ويستوعب أكبر حجم تخزيني هو أن تبنى جدرانه بشكل سداسي. لنقارن بالأشكال الأخرى، فلو أنشأنا خلاياها، لو أنشأت النحل خلاياها بدل السداسي بشكل أسطواني أو خماسي مثلا، لظهرت الأطراف أو في الأطراف فراغات لا تستخدم، وبهذا لا تستعمل الأمكنة كلها للتخزين. أما تخزين العسل في أقراص مثلثة أو مربعة فيمكن أن يكون دون أن يبقى فراغ بينها كما نرى، ولكن هناك مغزى أدركه علماء الرياضيات، فالشكل المسدس أقصر محيطا من بين الأشكال الهندسية المختلفة. لذلك على الرغم من كون هذه الأشكال بالأحجام نفسها، ستكون المواد الأساسية المطلوبة في الأقراص المسدسة أقل من المطلوب في المثلث والمربع. وباختصار، الخلية السداسية تؤمن أكبر مكان للتخزين وبأقل شمع ممكن، فالنحلة تستخدم أمثل شكل ممكن. أما الخصائص المحيرة الأخرى للنحلات فتتجسد في ذلك التعاون الرائع في أثناء بناء الخلايا. عندما يرى الإنسان خلية أنهي بناؤها يظن أنها أنشئت كقطعة واحدة. في الحقيقة تبدأ النحل بناء الخلايا من زوايا مختلفة. تبدأ مئات النحل من 3 أو 4 أماكن متفرقة لإنشاء الخلايا. نعم، وباستمرار بناء الخلية تجتمع في النهاية في الوسط. ليس هناك أي خطأ أو عدم تناسق في نقطة الالتقاء. تحسب النحل أثناء نسج الخلية الزوايا بين فتحات الخلية. أيضا فتحات الخلية التي تبقى ظهرا بظهر تنشأ حتما بزاوية مائلة 13 درجة نحو الأرض. هذا الميل يمنع سيلان العسل وانزلاقه على الأرض. مع أن هذه الخلايا تبنى غالبا في أماكن مظلمة لا يدخل إليها ضوء الشمس، هناك حقيقة مدهشة جدا تظهر النحل هذه الخصائص الفائقة اعتبارا من ولادتها، ولا تتعلم صنع الخلية أو تعيين الجهة تدريجيا، بل تكون على استعداد للقيام بهذه الأعمال المعجزة بمجرد ولادتها. من علم النحل هذه الهندسة المعمارية؟ لقد ورد جواب هذا السؤال في القرآن الكريم. يبين الله تعالى سر هذه الملكة المدهشة للنحل في القرآن الكريم بقوله: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه بعض الخصائص المدهشة للنحل الذي خلقه الله وأبدعه وقال عن عسله فيه شفاء للناس. جزاكم الله خيرا. في نهاية هذه الحلقة أشكركم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين. مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم في حلقات مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.